غادي نهضر معاك بصراحة، حيت هاد الهضرة هي اللي كان خاصني نسمعها شحال هادي. علاش أغلبية الناس اللي كيتزادوا في الفقر كيبقاو فيه؟ ماشي حيت هما معكازين ولا حيت الدنيا حاقدة عليهم، السبب أعمق بزاف. الفقر ماشي غير نقص في الفلوس، الفقر هو واحد الدائرة محكمة عندها خيوط خفية كتشدك من كاع الجهات. غنشرحو هاد الخيوط واحد بواحد. أول خيط هو فخ الاستنزاف الوجودي. ملي كيكبر الواحد منا في وسط كيدوز النهار كامل غير باش يوفر البقاء، كيوقع ليه واحد الاستنزاف مرير للروح. تخيل معايا انسان كيحرق الطاقه ديالو كامله وكيستهلك كاع الذكاء والابداع اللي عطاه الله غير باش يسد الثقوب ديال النهار. ملي كتحول الحياه لمعركه يوميه غير على قبل لقمه العيش، كيموت فيك الانسان وكتولد فيك الآلة. عقلك ما كيبقاش عنده الطرف ديال التأمل أو التخطيط البعيد، حيت الجوع كيشل القدرة على الحلم. هاد الصراع من أجل البقاء كيحولك لشخص رد فعل ماشي صاحب فعل. ثاني خيط هو فخ المسؤولية المبكرة. اللي كيتزاد في وسط مرتاح كيكون عنده الحق يغلط، يكتشف راسو ويضيع الوقت حتى يلقى طريقه. أما اللي كيتزاد في الفقر غالبا كيتفرض عليه يولي مسؤول على الدار وهو مازال كاع ما لقى راسو. هاد المسؤولية ديال أنه خاصو يهز عائلته كتخليه يضحي بطموحه الشخصي وبأحلامه الكبيرة مقابل خدمة كتخلص الكرا. هاد التضحية نبيلة، ولكن كتحكم عليه يبقى في واحد المستوى محدود، حيت الطموح كيحتاج حرية والفقر كيفرض عليك الارتباط بهموم الآخرين قبل الهموم ديالك. ثالث خيط هو عجز المخاطرة. هذا هو السبب اللي كيشل الحركة. اللي عنده الفلوس إلا غامر ب10 الملايين وخسرها كينوض كينفض حوايجو ويتم غادي، حيت عنده شبكة أمان، عائلته ولا رصيد آخر. أما اللي بادي من الصفر، المخاطرة بالنسبة ليه كتبان بحال شي انتحار. إلا غامر غير ب500 درهم وخسرها كيقدر يضيع في الحاجة اللي كان غيدوز بها الشهر كامل. هاد الخوف الوجودي كيجرك ديما تختار الحلول الآمنة ولكن الصغيرة. كتمشي تقلب على صالير مضمون وخا قليل وكتسمح في مشروع يقدر يغير حياتك كاملة غير حيت الخسارة في الحالة ديالك انت ما عندهاش علاج. رابع خيط هو فخ المألوف. ملي كتكبر في وسط هاد الدائرة عقلك بلا ما تحس كيتبرمج على أن هاد الوضع هو الطبيعي. أقصى طموح كيبان ليك هو النجاة. المشكل فين كاين هو أنك ما كتشوفش الإمكانيات اللي الفوق، حيت السقف اللي عايش تحت منه هابط بزاف. ملي كيكون القدوة ديالك هو واحد مسلكها، عقلك كيعتبر داك التسليك هو قمة النجاح. هاد الحصار الذهني كيخليك واحد في مستوى واحد، حيت ببساطة الوعي ديالك مازال مكتشفش باللي كاين عالم آخر ممكن تعيشه. الخروج من الدائرة ماشي ضربة حظ، هو عملية جراحية كديرها لراسك ولحياتك. كيفاش تبدا هاد التمرد؟ أول حاجة هي إعادة تعريف الاستحقاق. خاصك تقنع عقلك الباطن باللي انت كتستحق حياة أحسن، ماشي حيت انت أحسن من الناس الآخرين، ولكن حيت هذيك هي الفطرة اللي خلقنا الله عليها، السعي والتطور. هرس داك السقف الذهبي اللي كيقول لك هادشي بزاف عليا او هادشي ديال مالين الفلوس. النجاح كيبدا ملي كتوقف تعتذر على الطموح ديالك، تصالح مع فكرة انك غتكون مختلف وغتخرج على المسار اللي رسموه لك الظروف. تاني حاجة هي بناء المنقذ الشخصي. في العالم القديم كان خاصك الورد او العلاقات باش تطلع. في العالم ديال دابا كاين سلم واحد كيهرس الطبقية، هو المهارة النادرة. ما تبقاش تبيع وقتك مقابل دراهم قليلة، تعلم تبيع القيمة. المونتاج، البرمجة، التسويق، التصميم أو أي صنعة ذكية، هادو هما المفاتيح اللي كتحل بهم بيبان العالم وانت في بلاصتك.
المهارة هي اللي كتعطيك القوة باش تقول لا للشروط اللي كتحركك، وهي اللي غتبني لك الظهر اللي ما ورثتيهش. ثالث حاجة هي استراتيجية الخطوات الصغيرة. عارفة باللي ما عندكش شبكة أمان وباللي الغلطة عندك غالية. هادشي علاش ما تلوحش راسك في العافية دقة واحدة. اعتمد النمو الهادئ. بدا المشروع ديالك او تعلم المهارة ديالك في الليل، في الوقيته اللي الناس فيها كيتفرجوا في التفاهة. استثمر داك الهامش الصغير ديال الوقت والفلوس اللي عندك. ملي كيبدا المنقذ الشخصي اللي هي المهارة كيدخل لك اول درهم، تما كيبدا الخوف كيدوب، حيت كتولي عندك ادله ملموسه باللي المخرج ممكن. رابع حاجه هي هجره الارواح اولا تبديل المحيط. الا بقيتي جالس مع ناس كيشوفوا غير الحفره، عمرك غتشوف القمه. ما كنقولش لك اسمح في صحابك، ولكن كنقول لك هاجر بالوعي ديالك. في الوقت اللي العالم الحقيقي محاصرك بكلمات ما يمكنش وصعيب، دخل العالم الافتراضي وقلب على المؤثرين الحقيقيين. اسمع البودكاست، قرا الكتوبة، تبع الناس اللي سبقوك في المجال اللي انت باغي. خاصك تعمر ودنيك بالكلام ديال الامكان حتى يغلب على كلام الاحباط. المحيط ديالك بغيتي ولا كرهتي هو اللي كيرسم لك حدود الممكن. خامس حاجة هي قوة الانعزال الهادف. اكبر حاجه كتشدك في الدائره هي الضجيج ديال الناس اللي دايرين بيك. باش تخرج خاصك تقبل اللي غادي تعيش واحد الفتره ديال الغربه وانت وسط داركم ووسط صحابك. الخروج من الدائره كيحتاج منك تسد ودنك على الانتقادات وعلى الضحك ديالهم اللي كيشوفوك كتقرا ولا كتعلم شي حاجه هما كيبان ليهم غير خيال. خاصك تكتسب الشجاعه باش تكون بوحدك في واحد المرحله. هاد الانعزال ماشي هو الهروب من الناس، ولكن هو حماية الوعي ديالك. خاصك تبني واحد الحيط لداخل ديالك اللي كيخلي الهضرة السلبية والمحبطة دوز بلا ما تقيسك. بلا هاد الحصانة النفسية غادي تهرسك البيئة قبل ما تبدا. الخروج من الدائرة كيبدا لا قوية لكل حاجة كتجر طموحك لتحت، واخا تكون هاد الحاجة هي غير جلسة في قهوة ولا ضحكة مع عشرانك. عارفة بلي هاد الطريق غادي تكون فيها لحظات ديال الشك ولحظات غتحس فيها بلي الحمل تقيل بزاف، ولكن فكر غير في لحظة وحدة، اللحظة اللي غتشوف فيها في المراية وتعرف بلي انت هو الشخص اللي قطع السلسلة، بلي بفضلك ولادك والمحيط ديالك ما غاديش يعاودوا نفس المعاناة. الخروج من الدائرة ما كيبداش ب100 مليون في البنكة، كيبدا بقرار واحد كتاخدو اليوم. انا ما بقيتش قابل نكون مجرد رقم في قصة قديمة، انا غنكتب قصتي لراسي. نوض بدا واخا باللي عندك، المهم هو الاتجاه ماشي السرعة. كانت هذه حلقة اليوم من نومة. تهلاو في راسكم ونتلاقاو الحلقة الجاية.